النهاردة المصادر اللي معانا مش مجرد مقالات أو كتب، لأ خالص. دي وثائق رسمية من تحقيق مجلس الشيوخ الأمريكي في غرق تايتانيك. شهادات حقيقية. بالظبط، شهادات تحت القسم من الناس اللي كانوا هناك وشافوا كل حاجة بعينيهم، ومهمتنا هي إننا نغوص في آلاف الصفحات دي ونطلع التفاصيل الإنسانية واللحظات الحاسمة اللي كونت الصورة الكاملة لواحدة من أشهر الكوارث في التاريخ. تماماً. لأن الرواية المشهورة بسيطة أوي، سفينة ضخمة، جبل تلج، نهاية مأساوية. لكن الوثائق دي بتكشف عن شبكة معقدة جداً، يعني قرارات بشرية وتكنولوجيا وقتها كانت لسه محدودة، وكمان لحظات بطولة ولحظات تردد. بالظبط. هنركز على الشهادات اللي ساعات بتبقى عكس بعضها، ونحاول نفهم إزاي سلسلة من الأحداث الصغيرة أدت للنتيجة الكارثية دي. طيب خلينا نبدأ من قبل الاصطدام نفسه. فكرة إن تايتانيك دخلت منطقة تلج فجأة دي مش دقيقة. لأ مش دقيقة خالص. المصادر بتوضح إن كان في تحذيرات كتير. الضابط التاني تشارلز لايتولر، وده كان أعلى ضابط في الرتبة، نجا قال في شهادته إنه شاف برقية بتقول إن في تلج في المنطقة. والكابتن سميث بنفسه هو اللي وراها له. أيوة، وراها له حوالي الساعة 1 الظهر يوم الحادثة. والأهم من ده تفاصيل المحادثة اللي حصلت بينهم بالليل قبل الاصطدام بساعات. لايتولر وصف إنه كان واقف مع الكابتن سميث، والكابتن علق على الجو اللي كان برد جدا. آه. فرد عليه لايتولر وقاله ده طبيعي عشان إحنا قريبين من حقول التلج. فالكابتن رد وقال أكيد في تلج قريب مننا. يعني القيادة العليا للسفينة كانت عارفة كويس قوي، ما كانش فيه أي عنصر مفاجئ. تماماً. إذن القبطان عارف وكبار ضباطه عارفين، بس هل دي كانت المعلومة الوحيدة اللي عندهم؟ إحنا بنتكلم عن عصر جديد وقتها، عصر اللاسلكي. هل التكنولوجيا دي قدمت لهم أي تحذيرات أوضح؟ وهنا بقى بنوصل لواحدة من أكتر النقط اللي بتثير الجدل في القصة كلها. شهادة هارولد برايد مساعد عامل اللاسلكي بتكشف عن تحذير مباشر وصريح تم تجاهله بطريقة يعني لا تصدق. إزاي؟ برايد ذكر بالتحديد رسالة لاسلكي جت من سفينة اسمها كاليفورنيان حوالي الساعة 11 بالليل. يعني قبل الخبطة بقاليا ساعة. بالظبط، والرسالة كانت واضحة جدا: إحنا وقفنا ومحاطين بالتلج. الرسالة أوضح من كده مفيش. سفينة تانية بتقول لهم إنها وقفت تماماً من كتر التلج. إيه كان رد الفعل في غرفة اللاسلكي؟ الرد كان كارثي. عامل اللاسلكي الرئيسي جاك فيليبس كان غرقان في الشغل، كان بيبعت رسائل الركاب الخاصة لمحطة كابريس على الشط. دي كانت خدمة مربحة للركاب الأغنياء. جدا. فلما جت رسالة التحذير دي من كاليفورنيان وقطعت عليه شغله، رد عليهم برسالة معناها الحرفي حسب شهادة برايد: اخرس أنا مشغول. يا نهار أبيض! قال كده بالحرف؟ دي جملة صادمة. ده مش مجرد إهمال. ده صراع أولويات واضح. النظام وقتها كان فيه عيب تصميمي خطير. عمال اللاسلكي ما كانوش بيقدموا تقاريرهم مباشرة لقبطان السفينة، دول كانوا موظفين في شركة ماركوني للاتصالات. يعني ولائهم كان منقسم. بالظبط كده. من ناحية هم جزء من طاقم السفينة، ومن ناحية تانية أرباحهم وتقييمهم بيجي من حجم رسائل الركاب اللي بيبعتوها. ده خلق النقطة العمياء الكارثية دي، اللي فيها رسالة مصيرية عن السلامة تم التعامل معاها كأنها إزعاج. يعني العيون الإلكترونية للسفينة كانت معمية بسبب المصالح التجارية. طيب، ماذا عن العيون البشرية؟ الناس اللي وظيفتهم يراقبوا الخطر بعينيهم فوق في عش الغراب. وهنا بنلاقي حلقة تانية في سلسلة الإهمال. شهادة المراقب فريدريك فليت اللي هو أول واحد شاف جبل التلج بتكشف تفاصيل مش طبيعية. إيه اللي قاله؟ فليت أكد تحت القسم إنه هو وزميله طلبوا نظارات مقربة يعني مناظير في بداية الرحلة من ساوثهامبتون، لكن الرد كان صادم. اتقال لهم إيه؟ اتقال لهم مفيش ليكم. لحظة واحدة، مفيش مناظير في أهم مكان للمراقبة على أكبر سفينة في العالم؟ ليه؟ بس كانت مقفولة جوه دولاب. الضابط اللي كان معاه مفتاح الدولاب ده تم استبداله في آخر لحظة قبل ما يبحروا. وفي لخبطة التسليم والتسلم نسي يسلم المفتاح للي جه بعده. مش معقول. فبسبب مفتاح منسي، أهم موقع مراقبة على السفينة كان بيعتمد على النظر المجرد في ليلة ضلمة وتلج. ده شيء لا يصدق. ولما وصف اللحظة اللي شاف فيها جبل التلج، فليت قال إنه كان قريب جداً، كان مجرد كتلة سودا ضخمة قدامه. والمحقق سأله سؤال مباشر: أيوة، سأله: هل تعتقد إنك لو كان معاك منظار
كنتوا هتتجنبوا الكارثة؟ وإجابته كانت إيه؟ إجابته كانت قاطعة ومؤلمة. قال: كنا هنشوفه بدري كفاية عشان نتفاداه بسهولة. يبقى كده عندنا تركيبة قاتلة، تحذيرات لاسلكي واضحة تم إسكاتها، وأدوات مراقبة أساسية مش موجودة بسبب خطأ إداري تافه. المسرح كان بيجهز للكارثة قبلها بدقايق. طيب، حصل الاصطدام، والسفينة اللي اتقال عنها لا تغرق بتغرق. الصورة الشائعة هي النظام والبطولة وشعار النساء والأطفال أولاً. الشهادات بتدعم الصورة دي ولا بترسم مشهد مختلف؟ بترسم المشهدين في نفس الوقت، وده اللي بيخليها معقدة قوي. شهادة الضابط لايتو لورتاني بتورينا جانب النظام. هو كان مسؤول عن إنزال القوارب في الجانب الشمال من السفينة. اللي هو البورت سايد. أيوة، وكان بيطبق أوامر صارمة للنساء والأطفال فقط. كان بيرفض يركب أي راجل حتى لو القارب في أماكن فاضية. بس دي نقطة جدلية، قوارب كتير نزلت وهي مش كاملة العدد، وده سبب موت ناس كان ممكن إنقاذهم. ليه ضابط خبير زيه يعمل كده؟ هو اعترف بده بصراحة في التحقيق. لما المحقق سأله ليه ما كانش بيملى القوارب قال: بصراحة ما كنتش أعتقد إن الوضع عاجل للدرجة دي. ما كانش مصدق إنها بتغرق بجد؟ في الأول لأ، كتير من الطاقم والركاب ما كانوش مصدقين، وكان قلقان كمان إن حوامل القوارب ممكن ما تستحملش وزن القارب وهو مليان وتتكسر وهم بينزلوه، ففضل ينزلهم بعدد أقل كإجراء احترازي. قرار مفهوم وقتها، بس نتائجه كانت كارثية. بالظبط. والقرار ده بيبقى أكتر إثارة للجدل لما نشوف مين اللي ركب القوارب. وده يودينا لواحد من أكتر الناجين إثارة للجدل، بروس إزمي، رئيس شركة وايت ستار لاين. نجاته كانت فضيحة وقتها. هو قال إيه في شهادته عشان يبرر نجاته؟ رواية إزمي كانت دفاعية جدا. قال إنه قضى وقته بيساعد في تنظيم الناس وملء القوارب بالستات والأطفال، وعن لحظة ركوبه الواحد من آخر القوارب قال إنه الضابط المسؤول نادى بصوت عالي يسأل لو في أي ستات أو أطفال تانيين ومحدش رد. يعني بيقول إن ما كانش فيه حد تاني يستاهل المكان أكتر منه؟ أيوة، بيقول إن سطح السفينة في الحتة دي كان شبه خالي، والقارب كان في مرحلة الإنزال بالفعل، فهو ببساطة دخل فيه. بيحاول يرسم صورة إنه ما خدش مكان حد. بس دي روايته هو. هل الشهادات التانية بتدعم الصورة المنظمة دي؟ لا، مش كلها. في شهادات بتقدم صورة أقرب للفوضى والذعر، زي شهادة الراكب من الدرجة الأولى هيو وولنر. هو وصف مشهد في الجانب اليمين من السفينة. الستار بورد سايد، تمام. قال إنه شاف تدافع وفوضى من مجموعة رجالة حاولوا يقتحموا واحد من القوارب، وقال إنه سمع الضابط الأول ويليام ميردوك بيصرخ فيهم عشان يبعدوا، وبعدها شاف وميض طلقات مسدس في الهواء. طلقات تحذيرية. أيوة، طلقات تحذيرية عشان يرجع النظام. غريب، إزاي كل واحد شاف مشهد مختلف تماماً؟ وده يخلينا نسأل عن القائد، الكابتن سميث. الشهادات قالت إيه عن لحظاته الأخيرة؟ الروايات عنه بتختلف قوي. الضابط لايت وولر قال إن آخر أمر سمعه من الكابتن كان: نعم، أنزلوا النساء والأطفال في القوارب. رواية هادية ورسمية. بس في روايات تانية. أيوة، المضيف ألفريد كرافورد قدم شهادة مختلفة. قال إن الكابتن سميث بنفسه في اللحظات الأخيرة ساعد في فك حبال القارب اللي هو كان فيه عشان يسرعوا إنزاله. ده بيورينا إن الكابتن كان بيتحرك وبيشارك بنفسه لحد النهاية. وبعدها؟ بعدها اختفى، ومحدش من الناجين شافه تاني. إذن مفيش قصة واحدة بسيطة للي حصل على السطح. كانت مجموعة قصص متضاربة فيها بطولة وتردد وفوضى. وفي قلب المأساة دي كان في قصتين متوازيتين لسفينتين تانيين، واحدة بتمثل الأمل والتانية بتمثل لغز كبير. خلينا نبدأ بالمنقذ، سفينة كارباثيا. شهادة كابتن كارباثيا آرثر روسترن بتوضح حجم البطولة اللي عملها. روسترن وصف إزاي صحوته في نص الليل برسالة استغاثة عاجلة من تايتانيك. إيه كان أول رد فعل ليه؟ بدون أي تردد أعطى أوامر فورية بتغيير مسار السفينة والانطلاق بأقصى سرعة ممكنة. هو أمر بإطفاء التدفئة والمياه السخنة عن الركاب عشان يوجه كل طاقة البخار للمحركات. ده قرار مش سهل. هو كده كان بيخاطر بسفينته وركابه عشان يوصل أسرع، وهو عارف إن المنطقة مليانة تلج. بالظبط، هو حرفياً كان بيغامر بكل حاجة. أمر بوضع مراقبين زيادة في كل مكان، وجهز الدكاترة والبطاطين والأكل السخن، وحول قاعات الطعام لمستشفيات ميدانية. كل ده والسفينة بتجري في الضلمة ناحية الخطر. بس الأعجب من بطولة الكابتن هو إزاي الرسالة وصلت له أصلاً. هنا بقى بتدخل الصدفة البحتة. شهادة عامل اللاسلكي على كارباثيا هارولد كوكم مرعبة في تفاصيلها.
الراجل ده اعترف في التحقيق إنه خلص شغله وكان خلاص هيقلع سماعات الرأس ويروح ينام، امم لكن بالصدفة ومن باب الفضول قرر يفضل لابس السماعات 5 دقايق زيادة وهو بيغير هدومه، وفي ال5 دقايق دي سمع إشارة الاستغاثة. يا إلهي. قلب الحرف. لولا اللحظة دي محدش كان هيسمعهم. تخيلي إن نجاة أكتر من 700 شخص كانت متوقفة على قرار موظف إنه يتأخر عن النوم 5 دقايق. قصة لا تصدق. مصير المئات كان متعلق بخيط رفيع، وده بيوصلنا للجانب المظلم من القصة، اللغز الأكبر. السفينة التانية، الناجين كانوا متأكدين إنهم شافوا سفينة قريبة. مش مجرد شافوها، شهادات كتير منهم زي شهادة الضابط الرابع جوزيف بوكسهول كانت تفصيلية جدا. أقسم إنه شاف أضواء سفينة تانية قريبة جدا على بعد أميال قليلة، قريبة لدرجة إنهم حاولوا يكلموها؟ تغاثة بيضة في اتجاهها. ووصفوا إزاي السفينة دي ظهرت وقربت شوية وبعدين وقفت وبعدين طفت أنوارها واختفت. دي شهادة اتهام صريحة. التحقيقات عرفت مين السفينة دي؟ عرفت، كانت سفينة كاليفورنيان، نفس السفينة اللي حاولت تحذر تايتانيك من التلج. هي نفس السفينة؟ أيوة، وشهادة قبطانها ستانلي لورد بتؤكد أجزاء من القصة وبتحاول تبرر الباقي. اعترف إن سفينته كانت واقفة تماماً في حقل تلج على بعد أميال قليلة من موقع الغرق. واعترف إنه شاف الصواريخ؟ اعترف إن ضباطه صحوه وأبلغوه بوجود سفينة غريبة بتطلق صواريخ بيضة. شافوا صواريخ استغاثة أو ما تحركوش؟ إيه كان تبريره؟ والأهم، ليه عامل اللاسلكي بتاعه ما سمعش أي نداء، مع إن كارباثيا سمعته من بعيد؟ تبريره للصواريخ كان ضعيف جداً. قال إنه معتقدش إنها إشارات استغاثة، ممكن تكون مجرد احتفالات. لكن النقطة القاتلة هي قصة عامل اللاسلكي بتاعه سيريل إيفانز. ماله؟ إيفنز اللي هو نفس الشخص اللي اتقال له اخرس، فضل مستني أي رسائل مهمة لحد الساعة 11 ونص بالليل، ولما محدش رد عليه ببساطة قفل جهاز اللاسلكي بتاعه وراح ينام إمتى؟ قبل ما تايتانيك تبعت أول إشارة استغاثة بحوالي 15 دقيقة بس. يا إلهي. يعني على بعد كيلومترات قليلة كان في سفينة واقفة، قبطانها بيتجاهل 8 صواريخ استغاثة، وعامل اللاسلكي بتاعها نايم. الفرق بين الحياة والموت كان حرفياً في سفينة نايمة جنبهم. في النهاية التحقيقات دي بترسم صورة أوضح وأكتر إزعاجاً بكتير من مجرد جبل تلج غرق سفينة. بالظبط، هي قصة عن الثقة الزايدة في التكنولوجيا اللي محدش كان فاهم حدودها كويس، وعن سوء التواصل الكارثي، وعن قرارات فردية اتخذت في لحظات مصيرية، من عامل اللاسلكي اللي قال اخرس لأهم تحذير، للضابط اللي نزل قوارب نصها فاضي، وصولاً للقبطان اللي شاف صواريخ في السماء وقرر إنها مش مهمة. تماماً. الشهادات دي بتورينا إن الكارثة ما كانتش حتمية، ما كانتش مجرد قدر، كانت نتيجة سلسلة طويلة من الأخطاء البشرية الصغيرة والمفهومة. لو خدت كل واحدة لوحدها، عامل مرهق، قبطان عايز يلتزم بجدول زمني، موظف نسي مفتاح، نقص في معدات بسيطة زي منظار. لكن لما كل الأخطاء دي اتجمعت في ليلة واحدة خلقت الكارثة الأسطورية دي. وده بيخلي أي حد يفكر، يا ترى إيه هي المناظير المفقودة أو الرسائل اللي بنقولها اخرس في أنظمتنا المعقدة النهاردة؟